واقعة تانية ماتش جمهورية شبين. الجول اللي انت جبته ده كان في الدقيقة 47. 48 ونص 48. ونص. الماتش ده كان لينا فيه 3 ضربات جزاء، مم. والكابتن عبد الستار علي كان هو اللي بيحكم. مش عايز اقول لك ان الكابتن عبد الستار ما كانش، عشان بس الناس اللي كانت بتقول لك ايه، كان ساعتها في عدالة، مم. واخد بالك؟ بس الراجل ده ما كانش شكله بيحب الاهلي، مم. لان له واقعتين معانا. مرة انا ووليد في ماتش القناة تعادلنا 1-1، انا مم. ليا فيه ضربتين جزاء ووليد له ضربتين جزاء، وكان يجي لنا ويقول لنا والله العظيم لو الراجل مسكها بايده مش هحسب لكم ضربة جزاء. كابتن عبد الستار علي. اه. فعلا. اه والله. مم. ما هو اسأل وليد، كان ايوه ماشي. يروح لوليد يقول له ايه لو الراجل مسكها بايده، انا ارقص واعدي واتضرب، ويقول لك لو مسكها بايده مش هحسب ضربة. طب ليه بقى؟ ما اعرفش. مم. والماتش التاني اللي هو بتاع جمهورية شبين ده كان في واحدة لفيليكس وواحدة مش عارف يا لحسام حسن يا احمد كشري، اوكي. ضربة جزاء وما اتحسبتش، ما حسبوهمش. طبعا الدنيا مقفلة، لو تعادلت الماتش ده انت خسرت الدوري، مم. خسرته. طبعا كان مستر هولمان اتطرد في اول 10 دقايق لما زق حط، يعني خبط الكرة في محمد السيد الله يرحمه اللي هو كان لعيب شبين، والحكم طرده. فراح وقف الناحية التانية في الشمس، الناحية التانية عند اوض لبس. انت عارف ان في الماتش دوت خدونا ساعتها لعبنا فين؟ ملعب صغير في كده. الملعب بتاع نادي جمهورية شبين، مش بتاع في النادي، الاستاد، مش انت. في النادي، فنادي ملعب كنز، ضيق. واخد بالك؟ فطبعا لما اتطرد راح وقف قدام اوضه اللبس، فالمهم عايز يغير، فمحسن طنطاوي معاه، الحاج محسن طنطاوي. فالحاج محسن طنطاوي جه قال لي قوم سخن. مين اللي قاعد؟ الله يرحمهم كابتن احمد ماهر وكابتن ثابت البطل، مم. خايفين، مش عايزين ننزل، عايزين وليد صلاح اللي ينزل، لان وليد قاعد جنبي على الدكه. مم. فهم مش مصدقين ان الراجل عايز رضا عبد العال يغير، مم. واخد بالك؟ فقال له لا روح اتاكد. فقال له انا بقول لك رضا عبد العال يسخن. طبعا احنا قاعدين على الدكه وهو الحوار داير قدامنا. مم. فالكابتن ثابت الله يرحمه قال له روح اتاكد يا محسن وتعال. راح طبعا في الحته دي. ظريف الكابتن سامي. آه الشمس، مع ان كان علاقته بيا كانت كويسه جدا اه جدا، بس طبعا فوق قلب وهو طبعا. يقلب. طبعا. ده اكل ايه عشان اللي يقول لك اصل مدير الكوره قوي والكلام ده، كل ده في الهجايز. سيبك ولا تقول لي فلان ولا علان ولا كله، الامر من فوق. مم. ولي الامر يقول كله حاضر ونعم، ويقول لك جدد بكذا جدد، ويوقف كذا يوقف، مشي كذا مشي كذا. مم. ما هم اتعلموا الدرس من ساعه كابتن طاهر ابو زيد ومحمود صالح وعلاء ميوب وربيع وربيع ياسين. فهم اتعلموا هاتوا واحد هو اللي يبقى في المدفع. فالراجل مشي في الحر وراح. فبقول له مستر هولمان مين اللي هيغير؟ في وليد وفي هشام حنفي وفي رضا عبعال. قال له رضا. رجع تاني. تاني، اما قال لهم يا ولاد التيت تيت 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 تيت، وقعد يشتم. انتوا عايزين تمشوروني في الحر، انا عرقت وعمال يعمل العرق كده. الجو كان ولع، مم. وبنلعب الساعه 2 ونص الظهر. مم. قوم يا عم سخن. قلت له انا جاهز، وهو عبال ما راح اصل انا عارف الراجل، آه. طالما قال رضا كنت انت بدأت تسخن. سخنت، انا ماليش دعوه بيهم هم. لا. آه. هم كانوا بيتجننوا مني. انا مره الراجل هينزل محمد عماره في ماتش الشمس، مم. وادي محمد عماره يقول لك الواقعه دي مش كان معاك، اه يقول لك الواقعه دي. ومحمد عماره كان لسه جاي بقى من الاحتراف والكلام ده، ولسه صفقه جديده، فالراجل عايز يلعبه اخر ربع ساعه. احنا بنلعب الشمس والشمس كانت ضغطانه. مم. فانا قلت له معلش يا حماده، لمحمد عماره قلت له معلش يا عمار، معلش ما تاخدهاش في يعني قلت له يا حاج محسن قول للراجل ان انا عايز العب. الراجل ما صدق، قال لي عايز تلعب؟ قلت له نزلت.